السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات في هذا العدد الأول من نوعه، واللي غادي نهضروا فيه بطبيعة الحال على ردة الفعل الشعب الجزائري تجاه القرار الأمريكي المغربي الصحراء، وكذلك على عودة العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل. فكنت جول في المواقع والصفحات والمجموعات الفيسبوكية، فكنلقى بزاف ديال التعليقات ديال الجزائريين اللي ما عرفش واش هذا الشعب موجه تجاه المغرب، يعني واش انهم مخطط ليه باش ان هاد الجزائريين، او ما كاين شي واحد غير واحد ولو واحد انه يقول شي كلمه زوينه في حق المغاربه او في حق الشعب المغربي. فكتلقى كلشي كيسب في المغرب وكلشي كيسب في المغاربه وكلشي كيخون في المغاربه. ما عرفتش واش هاد الشعب واش موجه ولا جات غير هكاك من طرف هاد الشعب تجاه المغاربه. ف انا ما عرفتش واش المغاربه انتبهوا لهذه القضيه ولا ما انتبهوش لها. اضافه الى واحد الحاجه اخرى، هو ان بعض الجزائريين داروا براسهم بانهم مغاربه وكيهضروا بسميات المغاربه، كما جاء في واحد الفيديو ديال واحد الاخت اللي هي جزائريه بطبيعه الحال، ومن خلال المصطلحات اللي استعملتها فهي جزائريه ولا علاقه لها بالمغاربه. فالمغاربه لا احد يعتبر ان الصحراء غربيه. هذا المصطلح اللي غريب على المغاربه، كيقولوا الصحراء المغربيه منذ نعومه اظافرهم، وبالتالي فلا احد انه يقدر يقول ان الصحراء الغربيه. فمصطلح الصحراء المغربيه جاء على لسان هذه الاخت مره واحده، بالاضافه الى بعض الامور الاخرى اللي حلوها بعض الناس، اللي حلوها بعض المغاربه من خلال الديكور الذي استعمل في ذلك الفيديو. هذا من ناحيه الفيديو، ولكن من ناحيه اخرى في بعض التعليقات كتلقى جزائري كيهضروا بسميات المغاربه كيقول انا مغربي الى غير ذلك من الكلام. وبالتالي هذه حمله شرسه تجاه المغاربه وتجاه الشعب المغربي كافة من طرف الشعب الجزائري بطبيعة الحال، لأنه ليس هذا بذباب، هذا ليس بذباب إلكتروني كما تعلمون. هذا ليس بذباب. هذا الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري يكن الحقد والكراهية تجاه المغاربة. انتبهوا إلى هذه الأمور في بعض التعليقات. فما غاديش تلقى شي واحد جزائري كيهضر بطريقة زوينة على المغرب. كلشي كيهضر، كلشي كيسب، كلشي كيطعن في الشرف والعرض ديال المغاربه، كلشي كيخون المغاربه. شوفوا التعليقات، انظروا الى ما يقوله الجزائريين في صفحاتهم وفي مجموعاتهم، غادي تلقاو العجب العجاب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.